يا مساء الفل عليكم ومقارنة جديدة من ترند الترندات أحمد ومينا، والنهاردة عاملين لكم مقارنة بوم. كل مدمني الكولا تجمع هنا. هنعمل ايه النهارده يا مينا؟ طبعا ما فيش حد ما بيحبش البيبسي او الكولا. احنا النهارده هنعمل حلقه مقارنه احلى بيبسي كولا موجوده، طبعا غير البيبسي والكولا اللي احنا مقاطعينهم. ايه البديل؟ احلى شركه مصريه عندنا موجوده. هندوق وهنقول لكم الطعم وهنقيم كل حاجه. مسابقه بينا انا واحمد. يلا بينا نشوف احلى بديل. يلا بينا. يلا بينا. ترند الترندات، بنعيش احلى اللحظات. ومعانا الماكسي كولا نبدا بيها. يلا بينا يا مينا. ايه التحدي يا جماعة؟ ايه التحدي؟ صوت التكه 100 100، صوت الستيم بتاعها كويس. يلا بينا. يلا ندوق طعم الكولا. كل عشاق الكولا تجمع النهارده. ترند الترندات جايبه لكم مقارنة قوية جدا يا جماعة. يلا نجرب الماكسي. ماكسي كولا. 3 2 1. طعم الصودا حلو قوي، يعني مش وحش، مش بطالة والله. بس تحس كده يا مينا ان هي زي جيلي كولا. يعني الصودا بتاعتها هي حلوة مش بطالة. لكن الطعم ممكن يبقى مش قوي شوية. يعني انا اديها مثلا 7 من 10 من تقييمي. يعني انا تاخد 7 من بصراحة 10. يعني 6 من 10، لان هي يعني صودا قوية. 6 7 من 10. جيلي كولا الناحية التانية. هو فيها صودا، واضح ان فيها صودا حلو، بس الطعم يعني فقير شوية، مش قوي يعني. بس طبعا هي في المجمل طعمها كويس. مش بطال. يلا بينا. يلا بينا. والتحدي التاني النهارده يا مينا معانا البيك كولا. بيك كولا طبعا يعني الاحجام الصغيرة. منتشرة جدا هي في يحب يشرب طلبة المدارس يا مينا. بحب يشرب بقين كده. يلا نشوف الستيم بتاعها. سمعنا الصوت. طبعا هو الغطا يعني وانا الغطا ضعيف خالص، بس تعال نشوف الستيم. يعني ان شاء الله هنجيب لك على قده. فيش ستيم ان شاء الله المرة الجاية. ايه طلع رقصوص ولا ايه؟ يلا بينا يا مينا. هو انا ليه مش شايف صوت؟ يعني بصوا يا جماعة، يا طبعا الصوت والوش بتاع البيبسي البيك ده. كولا مفيش ليه ستيم. نازله سايلنت كده بالظبط. في ايه؟ البيك كولا يا جماعة مفيش ستيم خالص. الغطا ضعيف جدا. ويلا ندوق الطعم. هي حاجه مسكره يعني. بص يا مينا، انا عايز اقول حاجة. الصودا فيها مش يعني لو باين. تسمح لي نقول حاجة، لان برضو احنا يعني المفروض ان في ناس بتتابعنا وبتشوفنا، فاحنا مش هنقول اي كلام ده ملوش علاقة بالكولا اصلا. اللي بعده. ده حقيقي. ومعانا تويست انرجي. هو المفروض انرجي درينك تويست، بس هم عاملينه يعني ايه؟ مشروب الطاقة يا جماعة. كولا. مشروب طاقة بالكولا. كولا يلا بينا إديشن. يلا كولا بينا إديشن. يا مينا، انا متحمس له. المفروض يعني ان هو يبقى مشروب طاقه بطعم الكين. ايوه انا طعم عايزك الكولا. تولع الدنيا يا مينا كده. صوت صوت التكة امان. 100 100. في صودا اهي وفي حاجات. لقيت حاجة مسكوا حد؟ في طب باين كويس. اهو ان هو بيبسي، مش يلا، البيك يلا. كولا ده تحس انت بتنزل شربات. قرقسوس مش قرقسوس. باين ان هو كولا خالص. احنا مش قصدنا والله، يمكن العيب من لا احنا طبعا يا جماعة دي يعني احنا عاملين مقارنة حقيقية بننقل وليس رأينا فيها اي مجاملة بالأمانة لا والله. احد. ايه؟ هو حته ان هو انا اقول لك ايه، انت تقول لي ايه؟ حته ان هو انرجي يعني مشروب طاقه، فانت باين، هو باين من الطعم ان هو مشروب طاقه. التويست انرجي ده يعني مشروب جديد. الحقيقة هو طعم الصودا فيه قوي، بس بعيد عن طعم البيبسي. بعيد شوية. يعني هو فيه طعم زي ما احنا مختلف. متعودين. بالظبط، طعم مختلف. ويلا بينا اللي بعده. يعني هنقيمه. انا اديله كام من 10؟ بالنسبه لي اديله 6 من 10. انا بالنسبة لي اديله 5 من 10، لان هو حاجة منفصلة عن الكولا العادية اللي ممكن هو اللي نشربها. يحب يشرب مشروب طاقه بطعم الكولا ممكن يبقى بالنسبه له حلو يعني. بس انا ما حسيتش باي طاقه، حسيت يلا بينا يا مينا اللي بعده. وزي ما قلنا لكم يا جماعة، معانا النهاردة هيلسي كولا، ودي زيرو شوجر يا جماعة. موجودة في كل الثلاجات تقريبا. بيبسي صحي يعني زيرو شوجر. زيرو شوجر دي هيلسي كولا. يلا بينا نفتح ونشوف الستيم بتاعها.
الستيم بتاعها ممتاز ممتاز. يعني يلا بينا خش يا مينا. بس كده. الصودا الصودا ماشي. ضعيفة. يعني مش فوارة، بس هنشوف الطعم. يعني هي عشان زيرو فطعمها طبعا برضه مختلف شوية، طعم الكولا قليل فيها جدا. الصودا اللي موجودة معاها يعني بصراحة هي ليها طعم كده، بتسيب أثر سكر، بس ده عشان زيرو طبعا. مش عارف، مش يعني حاسس ان هي مش بطالة. مش بطاله ومقربين، يعني برضو طعمها مسكر شويه، يعني دي حاسس حقيقة. ان هو مش دايت قوي. أنا أديها يمينة 6 من 10. ماشي، وانا اديها زيك 6 من 10. هي طعمها شبه الماكسي، يعني تحس ان هو قريب من طعم دي الماكسي شويه اللي حقيقة. دوقتها في واحنا الاول. هنرتب لكم طبعا يا جماعة. بس ممكن دي عشان تبقى هيلسي فتبقى افضل شويه من الماكسي. احنا هنرتب لكم التست اللي احنا عملناه ايه افضل حاجة. ومعانا دلوقتي الفي كولا. الفي كولا عامله قلبان، عامله ترند اصلا في الاسواق. يعني اولا شياكه، الوحيده العلبه الوحيده الكان الوحيده اللي تلاقي عاملين فيها السيفتي الحركه كفر دي. طبعا. السيفتي كفر ده يا جماعة طبعا انتوا عارفين الكنز دايما لازم نغسله لان بيكون المكان هنا مش نظيف. ففعلا حركه شياكه. انا احترمتهم، هم شركة محترمة، واللي عمل الفكرة دي حد محترم. يعني اوبا الستيم بتاعها بوم. الصوت واضح. الستيم بتاعها يمينة بوم. الصوت حلو. بس كفاية يمينة. طبعا عايز اقول لكم الصودا اللي فيها لسه بتفور المساحات دلوقتي. يلا بينا ندوق يا مينا ونقول رأينا. طعم الكولا مظبوط. دي اكتر واحده مسكره الواحد داها لحد دلوقتي، اكتر واحده طعمها مسكر. حقيقة طعم الصودا فيها قوي. طعم الكولا فيها قريب قوي. وادوق تاني. تديها كام من 10؟ يعني اديها 9 من 10. هي قريبة جدا جدا جدا. انا اديها 8 من 10. وانا اديها هو في احسن، يعني تحس ان في احسن من كده يعني، بس انا اديها 9 من 10. 9 من 10 عبوة، 9 من 10 طعم، 9 من 10 كواليتي. احس انك بتشرب منتج فاخر. انا حاسس ان يعني عيبها الوحيد ان تحس ان هي مسكره شويه. معلش بس يعني برضه هي قريبة منها قوي. بس احسن واحده دقناها لحد دلوقتي. ومكمل معانا برضو في المقارنة القوية جدا للكولا وأحسن كولا موجودة في السوق إيه هي؟ معشوقة المصريين سبيرو سباتس، الترند القديم الجديد. لو سمحت بقى تنزل تشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، فعل زر الجرس واعمل لايك للحلقة لو الحلقة عجباك. ترند الترندات، يلا بينا. ترند الترندات، أحلى الحاجات وأقوى المقارنات مع أحمد ومينا وسبيرو سباتس، ونسمع الستيم لسه منزلينها من قريب بتاع. يلا بينا. الجديد. مية. الستيم بتاع ماكسي أقوى. نقول كلمة حق. نشوف يا مينا بقى الطعم. صودا قوية وفوارة جدا. أكتر واحدة نزلت صودا بتاعي. أكتر واحدة قريبة للشكل اللي احنا نعرفه، ولو إن بصراحة مش قوي. إيه الأخبار؟ مميز. أنا حاسس يعني الطعم متكامل. أنا شايف درجة يعني عارف انت طعم الكولا قريب. طعم الكولا حلو قوي. والصودا قوية. السكر كويسة، مش مسكرة قوي. دي حقيقة. انت حاسس بالصودا. دي حقيقة. يعني لا انا حاسس ان هي تاخد درجة حلوة مننا يعني. طبعا يعني هي منتج مصري وكل الناس بتشجعه واحنا لازم نشجعه. لا طعمه ممتاز صدقني. بس يعني انا مش متخيل ان هم ممكن يقربوا من الطعم. دي حقيقة. بس انا يعني بصراحة يا مينا هديله 8 من 10. انا اديله 9 من 10. وفي نهاية الحلقة في أقوى مقارنة، أحسن كولا موجودة في السوق، ترند الترندات أحمد ومينا. رأيك إيه يا مينا؟ أنا بالنسبة لي أحلى حاجة عجبتني فيهم هي سبيرو سباتس، طعم الكولا بالنسبة لي رقم واحد.
احمد كان عنده راي تاني. انا رايي ان في كولا هي اقرب ورقم واحد واقرب مشروب قريب للبيبسي والكولا اللي كلنا متعودين عليهم. في كولا هي الاقرب، وسبيرس باتس طبعا مش وحشه. والحقيقه انا اديت 9 من 10 لسبيرس باتس، وهو وانا ادى هنا 9 من 10 من 10 لفي كولا. انا شايف يعني ان اللي بيحب الحاجه مسكره قوي يشرب الفي كولا، اللي بيحب الحاجه مش مسكره يشرب السبيرس باتس. ولو ما لقيتش الاثنين انا برشح لك ان انت اقول لك تشرب ماكسي. اغششك على حاجه بحته المقاطعه، ده احسن بديل للبيبس، ودي احسن بديل للكولا. اللي بيحب يشرب الكولا ومقاطعها عايز يشرب حاجه بدلها، الفي كولا فعلا هي البديل للايه للكولا. واللي بيحب يشرب البيبس فعلا احسن بديل للبيبس هو الاسبريسباتس. البيبسي مش مسكره قوي، فبرضه هتحس ان الاسبريسباتس ايه برضه نفس الدرجه بتاعتها. بس كده احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه. وزي ما قلت لكم لو ما لقيتش الاثنين ممكن تشرب ماكسي، برضه كان طعمها كويس والستين بتاعها كويس. ماكسي برضه كانت كويس. يا رب تكون الحلقه فادتكم. قبل ما تكون عجبتكم رشحوا لنا بقى في الكومنتات لو في حاجه تانية نفسه اللي عايز نفسه في اي مقارنه يقول لنا. احنا بنفكر في مقارنات كتير، رشحوا لنا في التعليقات. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. شير بقى ولايك سبسكرايب للحلقه. احمد ومينا ترند الترندات. اجمل المقارنات. سلام. سلام.